ركز معايا عشان الحلقة دي هتكون ملخص لجريمة قتل، وانت في الاخر تخمن في كومنت مين القاتل الحقيقي. وفيديو الجاي وهقول مين اللي خمن صح في الكومنتات. الجريمة بتبدأ واحنا في ملعب الباسكت، وبيكون نجم فريق الباسكت هو مارو، والجماهير كلها بتهتف باسمه، ومن ضمن الجماهير دول حبيبته جيجي وصاحب عمره نادر ورئيس النادي عماد. ونادر بيكون بيصور المباراة بتليفونه، بس فجأة في نص المباراة بيحصل وبيكون القناص مجهول، وبتيجي الشرطة علشان تحقق في الجريمة. وفرقة التحقيق بتتكون من الضابط أدهم والضابط حازم والدكتورة النفسية مروة. وجيجي بتكون منهارة جدا من العياط وزعلانة جدا على موت مارو، ونادر بيقعد يواسيها بالكلام وبيكون حنين جدا معاها. ومروة بتستنتج إن كان في مشاكل بين عماد ومارو، ولما بتقول للضابط حازم بيروح له علشان يحقق معاه. وعماد قال له إنها كانت مشكلة عادية زي أي رئيس نادي ولاعب عنده في الفريق، وهي إنه كان الفترة الأخيرة بدأ يهتم بجيجي زيادة عن اللزوم ويأثر باهتمامه بالنادي، وقرب من حبيبته جيجي أثر على أدائه في الفريق، وإنه حذره لو ما بعدش عن جيجي وركز في التدريبات هيخليه يسيب النادي، وإنها مشكلة عادية وأكيد مش هيقتله علشانها يعني. وعزيز مدير الفرقة بيكون معاهم في الحوار، وبيبان إنه كان على علاقة بجيجي وإن مارو خطفها منه، وإنه حذرها علشان ترجع له وتسيب مارو، بس بيدافع عن نفسه وإنه أكيد مش هيقتل أحسن لاعب عنده في الفريق علشان واحدة زيها. والظابط حازم بدأ يشك فيهم هما الاتنين، وبعد كده بيستجوب جيجي ونادر. وفي وسط الحوار بيعرف إن جيجي كانت متجوزة قبل كده، وسألها مين بس رفضت تقوله، وقالت ان رجل اعمال وخلاص، وبعد كده بتمشي. ولما استجوب نادر وعرف انه كان مصور الماتش وقت الحادثه، خد منه التليفون وشاف الفيديو ولقى صور جيجي عليه وباين عليه انه بيحبها. ولما حطه تحت ضغط عرف انه كان بيحب جيجي قبل ما مارو يخش معاها في علاقه، وكان بيقول له ان بيحبها وعايز يتجوزها، ورغم كده برضه مارو دخل معاها في علاقه. وبعد كده بيروحوا مكتب التحقيقات وعملوا بحث عن جيجي في السجل المدني، بس مش بيلاقوا اي ورقه بتثبت انها كانت متجوزه قبل كده، ومعنى كده انها كانت متجوزه عرفي. ومروه بتروح لها علشان تعرف هي كانت متجوزه مين، بس برضه مش بترضى تقول. بس مروه بيبقى عندها مهاره الحوار، ولما بتحطها تحت ضغط بتعرف انها كانت متجوزه عماد رئيس النادي، وكان جواز عرفي. وبعد كده ادهم بيروح لدكتور الطب الشرعي، وبيكون عرف يجيب بصمات القناص من على ظرف الرصاصه، وبيعرفوا هو مين، وبيروحوا له على البيت هو وحازم. بس لما دخلوا بيته ما لقوش حد موجود، بس لقوا صوره مروه على لابتوب القناص، وعرفوا انها في خطر وراحوا لها فعلا. وادهم بيلحقها في اخر لحظه وبيضربوا نار على بعض، وحازم بيكون طلع له على السطح، وبيبقوا هما الاتنين مستعدين لبعض. والقناص بيضربه برصاصه بس بتيجي في رجله، فجري عليه ووقع منه القناصه. وبعد ضرب كتير جدا ما بينهم حازم بيوقعه من على السطح من غير ما يقصد وبيموت. وكده كان اخر حد هيقول لهم مين اللي حرضه على القتل مات، ومعهمش اي وسيله يعرفوا هو مين. ومروه بتروح لدكتوره الطب الشرعي وبتقول لها ان الرصاصه جت جنب القلب بشويه وبطريقه عشوائيه مش مدروسه، علشان اي قناص المفروض انه بيحدد الهدف في القلب بالظبط. ولما بيفحصوا اللابتوب القناص بيلاقوا عليه ايميل بتاكيد تنفيذ العمليه، وكان مبعوث من النادي بس المرسل مجهول. بس بيلاقوا ايميل تاني بيلاقوا عليه صوره نادر رئيس النادي، وادهم ساعتها بيقول له انه يشغل الفيديو بتاع الجريمه وبيخليه يجيبها عند اللقطه دي بالذات، وبيخليه يكررها تاني، وساعتها بس بيكون عارف مين الجاني. انت كمان اتوقع في كومنت مين فيهم الجاني، اللي هو ما بين عزيز مدير الفرقه او عماد رئيس النادي او نادر صاحب عمره او جيجي حبيبته. وقول توقعك في الكومنتات، والفيديو اللي هينزل بكره الساعه 5 هقول مين اللي اتوقع صح. وبس كده فيلمنا خلص. فيا ريت لو الفيديو عجبك تعمل لايك وسبسكرايب للقناه وتفعل زر الجرس عشان بكره اول ما انزل الفيديو يجيلك اشعار بيه. وده الانستجرام بتاعي وده الفيسبوك بتاعي، لو حبيت تكلمني او تسالني على حاجه يعني برد على كل الناس اكيد. وبس كده، يلا سلام.